أن كلمة أستغفر الله كلمة عظيمة لا يقف أمامها ذنب مهما بلغ هذا الذنب. عقيدة تجعلها في قلبك وفي نفسك أن أستغفر الله ليست بالهينة. وعزتي وجلالي، ويقول الشيطان ما زال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. أستغفر الله ليست بالهينة. أستغفر الله لو قالها العبد صادقا تمحو عنه الشرك الأكبر، الشرك الذي ليس بعده ذنب. إذا قال أستغفر الله فإن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أين الخلل؟ الخلل أن الإنسان يقول أستغفر الله وهو لا يدري ما معنى أستغفر الله. أستغفر الله ويحس أن الذنب كبير، أستغفر الله ويحس أن الله عظيم، أنه كيف أذنب كذا، لكنه ليس استشعارا بأن الله يغفر، لا، يعظم الذنب. هذا من الشيطان. لا تتعاظم على الله شيئا، فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما قال الذين أذنبوا. الله أكبر. أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله، من قال هذا هو أصدق القائلين، ومن قال هذا هو أرحم الراحمين، ومن قال هذا هو خير الغافرين سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا من الله ما تركت شيئا. كلمة أستغفر الله كلمة عظيمة تنهد بها ذنوب العمر كله. لو أن عبدا عاش حياته كلها في صغره وكبره وشبابه ومشيبه وهو يتعفر ويتمرغ في معاصي الله وحدود الله وكبائر الذنوب، ثم وقف في آخر عمره صادقا قبل أن يغرر فقال صادقا من قلبه أستغفر الله من تلك الذنوب كلها، لغفرها الله ولم يبالي، ولعاد كيوم ولدته أمه، لأن الله وعده بالمغفرة. هذا ما نشك فيه، هذه عقيدة ينبغي أن تكون في القلب، لكن بالتوحيد الخالص، أن تعتقد كرم الله، لأنه لما وصف نفسه بالرحمة رحمته وسعت كل شيء، ومما وسعته الذنوب المذنبين مسيئين. عبد مسرف مذنب خطاء يأتي ابن 90 سنة، الناس تأتي للعمرة، لكن في الحج البعض يقول سبحان الله الحجاج أكثرهم كبار سن. هذه حكمة من الله. جاءوا في آخر أعمارهم تائبين، جاءوا في آخر الأعمار منيبين مستغفرين راجين لرحمة أرحم الراحمين. ومن قصد الله وتوجه إلى الله ولو في عقر داره وليس أن يأتي إلى بيته لغفر الله له ولم يبالي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. لا تتعاظم على الله ذنب، ولا تستخف بكلمة أستغفر الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لك ربا توحده ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى، هو وحده الذي لا إله غيره ولا رب سواه، يعلم أنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. هذا الرب سبحانه في عظمته وجلاله وكبريائه وعزته سبحانه لا إله إلا هو. هذا الرب الذي وسع كل شيء رحمة وعلما لا يغفر لك فقط، ليس المسألة مسألة مغفرة، بل يفرح بتوبتك. فهل وجدت ملكا وربا أعظم من هذا الرب؟ حاشا، يفرح بتوبة عبده. أين تجد مثل هذا الكرم والرحمة؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يفرح ماذا يريد منك وهو أغنى ما يكون عنك، لكنه يعلم أنه لو خلي بينك وبين سطوته لكنت من الهالكين.
يفرح لأنه يرحمك ويعلم أنك لو تماديت على الذنب فأخذك الرب هلكت وشقيت شقاء الدنيا والآخرة، فتذكر أنه يفرح بتوبتك. فإذا قلت استغفر الله تقولها من قرارة قلبك، ما ترى دون الاستغفار شيئا، وترى أن الاستغفار لا يبقي شيئا، فتحس أن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، وأنه الرجاء في كل شيء. فأنت الذي استودعته أمورك كلها. استودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها، لكنه رب وهو رب الأرباب، رب بكرم وجود وإحسان ورحمة. ما دام أن نفسك لم تغرغر، وما دام أن الروح لم تخرج، فاستكثر من التوبة. ومن الآن من هذه الساعة إذا جلست مع الناس، إذا حدثت الناس، إذا حدثت أبناء بناتك المذنبون المسيئون، إذا أخطأوا ذكرهم بعظمة الله وكرمه. من الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار؟ من الذي ينادي في كل ليلة يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له؟ ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. الله أكبر. ولذلك نسأل الله أن يرزقنا كمال الإيمان، كمال التوحيد. إذا قلت استغفر الله تقولها بإيمان وبصدق وبيقين، فهذا هو الذي أوصيك به. وبإذن الله ستجد من كرم الله وجوده ما لم يخطر لك على بال. لا يتوقف الأمر عند غفران الذنوب، بل إن الله يفرح، وإذا فرح ربك بتوبته كافأك عليها، فبدل السيئات حسنات، وفتح أبواب الرحمات، وأسبغ عليك من منه وكرمه. الخير فيك كثير، فاستكثر بالله لا بغيره، واستكثر بالأخذ بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تزال في رحمة ما اتبعت هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا الذي ذكرته من توفيق الله لك وحصول الذنب معه أمر يعالجه المسلم الموفق بهدي الكتاب والسنة، أن يفعل ما أمره الله، ومن فعل ما أمره الله لم يخب، ومن فعل ما أمره الله طابت عاقبته، والعاقبة للمتقين.